دعم لدول الخليج. نور فقط، هذا هو السؤال تاعي. ما عنديش حاجه واحده اخرى، ما عنديش حاجه واحده اخرى. شوفوا لنا خاوتي كيما مروكي هنا، نطلعوه ونبداو معاه الحلقه. اذا كاين كاش مروكي طبيعه الحال ستقدم نساءها ام شنطه. يا خويا انتم تعرفوا خاوتي، انا ما نقولش هاد انا ما نقولش هاد الكلام، انا ما نقولش. عاود اللايف احسن. علاه ويسو راح الحال نزيد نعاود نهبط اللايف، نعاود نهبط، نعاود نطلع. دوك تتنحى، دوك تتنحى، اصبر دوك نقول لك. مازال 7 دقائق دوك يتنحى. هذه سينيال برك، شغل تاع هدايا برك، فهمت؟ ماشي بقى 7 دقائق برك ويتنحى. والله ماني قادر خاوتنا حسين. ماذا بيا نواصل. دونك الاخوه والاخوات، انا نحوس على كاش مروكي. دادو يجاوبني واش راح تقدم المملكه المراكشيه لدول الخليج، لأنه كلام بوريطة يؤكد ما قاله الملك. كلام بوريطة أكد على أن المملكة ستدعم الخليج. السؤال المطروح ماذا ستدعم أو بماذا ستدعم، وشنو هو الحاجة اللي عندها. يعني خلينا نقول أنا ما كانش عند دول الخليج. وش هي الحاجة اللي راح تقدمها المملكة كدعم لدول الخليج؟ وش هي الحاجة اللي راهي فريمون ناقصة في هذه الحرب واللي ما لقاش فيها روحو الخليج؟ هذا ما كان سؤال سهل، سؤال ماهوش يعني عنده زعما بعد يعني سياسي ولا استراتيجي ولا كبير. يقدر اي شخص يجاوبنا على هذا الشيء. صحيح انه حلينا روطار، صحيح على انه ما جيناش بكري، من غدوه نولي نجيوكم بكري جوي 11 11 وربع. دونك انا يا خاوتي ماملي في الكومونتير تقدروا تقولوا لي لا ربما كاينه حاجه احنا ما نعلموهاش نجهلوها. السلام عليكم. سلام دراغون، مرحبا، بارك فيك. الله يسلمك. الدعم اللي غتدعمها هو الدعم العسكري، الدعم المعنوي، بحال اللي كندعم مثلا بحال هادي. الدعم العسكري والدعم المعنوي. كاين بزاف ديال المغاربه في الجيوش ديال الامارات، كما كاين حتى هما الجيوش. كان شحال هادي كانوا جيوش الجزائريين كانوا حتى هما في الجيوش ديال الامارات شحال هادي. شوف دراغون باش نكونوا واضحين، انا نعطيك حاجه ديها نتايا في معلوماتك ومشي بها. مغربي يطلع للامارات ويتجند في الجيش الاماراتي ويعطيو له الجنسيه الاماراتيه، هو اماراتي. ما تقدرش تقول عليه هذا مغربي راه لا، في ما الجيش كنهضرلكش على الاماراتي، هادو، كنهضرلك ماشي محسوب. كنهضرلك في الدعم الحربي. في الدعم الحربي بحال اللي كانوا في الحروب القديمه كانوا صيفطوا الجيش مغربي بجنسيه مغربيه وشرطه مغربيه بجنسيه مغربيه اللي كانت تخدم تما في الامارات واللي باقيين كيخدموا دابا في الامارات. بحال اللي دابا صيفطوا الجيش ديالهم في طلعوا لي الزئبق. نعم. لا مانيش معك، انا مع لي موديراتور قلت لهم طلعوا لي الزئبق. يعني دراغون تراك تقول بانه انتم صيفطوا جيش الامارات؟ وين انت؟ شحال هادي في الحرب ديال الكويت راه كنا صيفطنا الجيش المغربي ديال العراق مع الكويت. والدعم المعنوي يعني حنا كنأيدوهم. بصح دراغون الجيش انت اللي قاعد تصيفط فيه الامارات مالو؟ اسكو انت حررت به بلادك، ولا اللي راك تقول بانه عندي الصحراء وعندي مشاكل وعندي سبته وعندي مليليه؟ شوف دابا عندي عده مناطق يعني باش نكونوا واضحين. نهضروا على الصحراء.
انا غادي نكون واقع معك، واخا هي الكلمه شويه قاصحه، ولكن الدليل ديالها هو انبطاح الجزائر امام المغرب في المفاوضات ديال مدريد، رغم قطع العلاقات الدبلوماسيه. علاش نتوما قاطعين العلاقات الدبلوماسيه وجيتي جلستوا مع موريتا؟ هذا كيتسمى انبطاح الجزائر. حنا قطعنا علاقات دبلوماسيه؟ كان انقطاع العلاقات الدبلوماسيه مع لا المغرب، ما كاينش علاقات. مع ما كاينش من؟ علاقات مع مع المغرب. من؟ مع المغرب. علاش انت اسبانيا تاعك، انت ارضك اسبانيا. لا، علاش جلستوا معاه مع المفاوضات تفاوضتي مع يا اسبانيا، تفاوضتي دراغون، مع المغرب. يا دراغون، يا وليدي، يا ابني، اسمعني مليح، اسمعني مليح. اولا البلد اللي جلسنا فيه هو اسبانيا. ثانيا، ماشي اسبانيا، في امريكا، في القنصليه الامريكيه، هذه كتسمى بلد امريكي. يا دراغون خليني نكمل لك. تفضل. اولا البلد اللي رحنا ليه هو اسبانيا. مزيان. ثانيا السفاره اللي دخلنا ليها وجلسنا فيها هي سفاره امريكا في اسبانيا. ثالثا الموضوع اممي، ليس بجزائري او مغربي او صحراوي او هندي، موضوع اممي فوق الجزائر وفوق المغرب وفوق امريكا. والجزائر عمرها ولو قالت انها ما تقعدش مع المغرب في قضيه صحراويه، عادي تقعد مع المغرب ونورمال. ورا المشكله علاش؟ وعلى هذا تشوفوا انت انبطاح؟ انا اللي نشوفوا يا انبطاح اخي، دراغون، انا اللي يا نشوفوا اخي، يا انبطاح اخي، تاع الصح. يا اخي، يا دراغون اخي، نقول غير هذه برك، اسمعني، نقول غير هذه اسمعني. دراغون، غير تفضل، هذه دراغون. شكرا، تفضل. بارك الله فيك. انا اللي نشوفوا انبطاح ونشوفوا بانه يعني نوعا ما الكف، ان مسؤول اممي لدى المغرب او مسؤول المغرب في الامم المتحده اللي هو عمر هلال يقول لن نجلس في طاوله واحده مع الجيش الصحراوي اللي هو جبهه البوليزاريو واللي هو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، ومع ذلك جلس. اما انا كجزائري لا توجد لي قضيه، لا يوجد لي يعني ما على باليش راح نقول لك انا ما عنديش يعني فايده انا في الامر. انا عضو مراقب كما موريتانيا، ندعم الصحراويين فقط. اما الانبطاح اللي شفته انا هو من قال. دعمهم بالاسلحه والله يا لتشكيك بلد دراغون، اخر. والله يا دراغون الا كان قاعد الاسلحه يفوتوا عليك انت وانت اللي تمدهم البوليزاريو هذيك حاجه واحده اخرى. لا، ولكن الاسلحه كيتعطاو من عند الجزائر. شكون اللي قال لك الهضره هذه دراغون؟ غير اسمح لي دابا، غير اسمح لي، غير بالعقل، لا بالعقل. صحف ترك زعبه. بالنسبه لك نتايا، بوليزاريو شنو هي بالنسبه للجزائري؟ كيقول جمهوريه. اي جمهوريه الصحراء الغربيه، ماشي البوليزاريو، الصحراء الغربيه. بوليزاريو الصحراء المغربيه كما بغيتي. ما من الامم المتحده، ما من الامم المتحده تقول الصحراء الغربيه. نتفق معك. دابا اسمح لي، واش هز دراغون شويه صوتك برك الله يبارك. هذا الرئيس ديال الجمهوريه علاش عنده باسبور جزائري وعنده باسبور اسباني؟ ولكن هو عنده جمهوريه، خصو تكون عنده الباسبور ديال الجمهوريه ديالو. اي ولكن انا يا ماذا بك اللي دراغون كيدافع هذا عليها، السؤال. بحال مثلا فلسطين كيدافع على بلادو اللي هي محتله، عنده باسبور فلسطيني، وعنده رئيس الجمهوريه اللي مسكين الله يرحمه كان ياسر عرفات من زمان هو كيدافع على الدوله ديالو لحد الان مع الرئيس الجديد. وهنا كنشوفوا كاين تناقض. يعني هنا بالنسبه لينا حنايا كمغاربه كنشوفوا بان الجزائريين كيحطوا لنا دي ميليشيات باش يفكوا لنا الارض ديالنا. سي نورمال، حط في راسك بلاصه. يا دراغون واحد عنده باسبور جزائري. غير بشويه باش نفهمك في واحد الامر. اولا هذا السؤال اللي حبيت اطرحه عليا انا، هذا اللي لازم يكون عنده جمهوريه وكذا وكذا، انا ماذا بيا تروح تسالوا البعثه المينورسو اللي راهي مشرفه على هذا الرئيس، وهي بعثه امميه من الامم المتحده، وهي اللي راهي عندك في بلادك، وهي اللي راهي كاينه في مخيمات اللاجئين عندنا. يعني دراغون الصحراء الغربيه الشعب الاعزل نتاعها اللي تهجر
اللي راهي مسؤوله على الرقعه الجغرافيه اللي عاطينها احنا ليهم باش يديروا ديور وباش يعيشوا ويستقروا حتى تنتهي الحرب. الامم المتحده من قالت للجزائر اعطيني وخليهم عندك وانا نكون مشرف عليهم. احنا ما عندناش علاقه، ما احنا دراغون ما عندناش سلطه على الشعب الصحراوي. احنا داخل المخيمات لا علاقه لنا، الامم المتحده اللي تدبر راسها. هذه واحده. اثنين، لما تكلمت انت على ياسر عرفات رحمه الله عليه، ما يخرجنيش غانو. انا غانو غير سمحوا لي خاوتنا. انا دوك نعاود نرجع للموضوع تاعي، يعني مازلت مدايره. انا فقط تهمني جدا قضيه الصحراء الغربيه، لانه على قد ما يكذب على نفسه المروكي، وعلى قد ما يحب يفوت دي بروباغوند، وعلى قد ما هو غير متصالح مع نفسه، انا لازمني نوجعه خوتي، لازمني نعطيه بالدليل والحجه. واذا كان كذبت ينزل ويروح يبحث، واذا كان كذبت يجي عندي يقول لي طاكيشي انت كذاب، هاني لقيت كذا وكذا وكذا وكذا. ما كانش من هذه الهضره. بالنسبه لرئيس ياسر عرفات او الرئيس الحالي اللي هو عباس، اللي مشرف عليه هو الكيان الاسرائيلي، اللي مخليه عايش سي هو الكيان الاسرائيلي المحتل. ما تقدرش تتهرب من هذا الامر دراغون. نعاود نرجع لك دراغون للكلام اللي راك تقول فيه نتايا على انه الجزائر انبطحت. اولا، الجزائر لم تصوت ابدا في مجلس الامن للامم المتحده. اعطيني اذا كان هذا انبطاح. هل ايدت وقالت نعم انا مع صاحبه القلم في القرار اللي دارته اللي هي امريكا؟ واحده. اثنين، حكيم، الجزائر عمرها ما قالت اني ما نجلس مع المملكه المغربيه. بالعكس، انتم اللي كنتوا تتهربوا من انكم تخليوا الشعب الصحراوي يقرر مصيره. يا خويا قال لكم خليهم اكرم العزيز، حبوا يوليوا مغاربه، حبوا يوليوا موريتانيين، حبوا يوليوا احرار، حبوا يوليوا اسبان، حبوا يوليوا تابعين للمحيط الاطلسي. انتم ما خليوش الاجراءات تمشي، فقط دراغون. اوكي، دونك انا دراغون كريم، هذا السلاح اللي راك تقول فيه اني انا نمدو البوليزاريو، ما تجرأ الملك وقال هذا الشيء، ما تجرأ بوريطه وقال هذا الشيء، ما تجرأ المبعوث نتاعكم في الامم المتحده اللي هو ابراهيم او عمر هلال وقال هذا الشيء. ولا حجه ولا دليل لكم، لا انتوما ولا بعثه المينورسو. خاطر انت دراغون ما تعرفش خير من بعثه المينورسو. بعثه المينورسي هي اللي عندها الحق، ماريا هي اللي عندها الحق انها تقول هذا الشيء وتأيد المملكه المغربيه في دعم الجزائر للبوليزاريو بالسلاح. تفضل اخي تاكيشي، واش غنبقاو نكذبوا على راسنا؟ حنا اعتقلنا جنرالات في الحرب، كانوا اعتقلوا جنرالات في الحرب، ومنهم حتى دول اخرى ماشي غير الجزائر، كانت حتى مصر اعتقلته. واش اعتقلته؟ جنرالات تعتقلوا، منهم شنقريحه راه كانت تشد، ومنهم مبارك. مبارك مال مبارك ما تشدش عندنا حنايا في الطائرات ديالو ملي كانوا حاربونا. دراغون شوف، انت انسان، انا راني نتحاور معك والله العلي العظيم موضوعيه، يعني مع كل احتراماتي. بصح تقول لي بصح تقول لي رانا اعتقلنا شنقريحه ورانا اعتقلنا حسني مبارك. دراغون والله يرضى على خويا. شوف خويا، شوف انا غير اسمعني يا دراغون ومبارك راه صاحبي راز، مبارك صاحبي تعتقل صاحبي في المغرب. معليش دراغون خليني نكمل الكلام تاعي، دير ميوت من فضلك. هذه تعتقلتوا الاخر حسني مبارك، واعتقلتوا شنقريحه، واعتقلتوا نيلسون مونديلا، واعتقلتوا شي جيفارا، واعتقلتوا ترامب. هذه خليها في لايفاتك كي تعود مع المغاربه، قصروا مع بعضكم في هذه المواضيع. قال احنا حكمنا شنقريحه وقعدناه ودرنا له وحنا وكدا. يرحم بابك يا دراغون، عندي انا تجاوز هذه الحكايه، فوتك من هذه الحكايه، يرحم الوالدين. خاطر دراغون انا كي نتكلم موضوعيا، انا ما نتكلمش. انا نقدر نقول لك مثلا دراغون راك تشوف هذا التاي، والله العظيم انا هذا وين كنت انا والملك محمد السادس قاعدين في القهوه، شربنا زوج اتايات كيما هادو
وهذا راني جبتو راني حاطو هنا ورانا مقصرين دراغون. كاين الملك هنا معايا محمد السادس، فهمت؟ كي تعود في اللايفات نتاعك وقصر في هذه المواضيع ويعطيك الصحه وراك محكمتوهم كامل. والمهم وهذيك الاسطوانه اللي تحكيوها وفوتنا من هذا الشيء، الله يسترك خويا دراغون. ونزيدك حاجه، هذا اتاي مغربي وشاي تيميمون مغربي، هذا كيما اللي سرقوا اللاعب الجزائري لما جاء عندكم وكان يسرق في المكسرات المغربيه الشريفه. دونك دراغون نتكلم بموضوعيه خويا العزيز، والله يعطيك الخير. انا ماذا بيا تقول لي هذه المملكه ماذا ستقدم دعم للخارجيين فيما يخص حربهم ضد ايران؟ باش نمد الكلمه لخاوتنا اللي راهم هنا. تفضل دراغون. ولا تحب ندوروا الحوار بيناتنا ندوروه، ماشي مشكل دراغون. دور غير كنجاوب واحد الميساجات كنقلب لك على هاد لي بروف. لي بروف تاع شنقريحه. اوكي الزئبق، صح فطورك العزيز الغالي. صح فطورك الله يسلمك طاكيشي، شكرا. انت ما توحشنيش بصح انا نتوحشك الزئبق، ما كاينش مشكل خويا. كي لا لا بعثت لك ميساج في الواتساب انت ما رديتش عليه. هذاك عادي الزئبق، انا كنت لا غالب، كنت في مهمه جيو استراتيجيه عابره للقارات. سمح لنا مع كل احتراماتنا لك. لا انا والله كنت حاسبك عيان، بيس قبيل كي كنت فاتح لايف بزاف جزائريين سقساوني عليك، قلت لهم السير يكون مريض ولا بالك تعب ولا شويه، برك سي بور سا ما فتحش. جزائري وكفى تحياتي. شوف طاكيشي، راك تكلموا على القضيه الصحراويه صح؟ انا كنت لا حبس قبل القضيه الصحراويه. سمعت الكلام تاع السي بوريطه واش قال فيما يخص الكلام اللي قالوا الملك على دعمه لجمال العزيز للخليج، او زاد اكدها اليوم خويا زئبق. يا والله تسمعوا والله العلي العظيم غير تبول تحتك، كاريزما، هيبه، يعني واحد الرساله بعتها لايران الا ما حطتش السلاح تاعها من الغدوه الزئبق نقول لك يقضي عليها المغرب. تسمع؟ سمعنا من فضلك طاكيشي. نسمعك انا والله غنسمعك مادام دراغونا ومادام هواري هنا والجماعه نسمعكم. قولوا لي فقط اسكو الصوت راهو مسموع برك، الا عاد ناقص نعاود نحي الكتمان. الصوت راهو طريب بها. والمقيمين بها ما يجري في المنطقه العربيه سواء في الخليج، وكان هناك تأكيد للمواقف اللي عبر عليها جلالة الملك محمد السادس في لقاءاته مع إخوانه ملوك ورؤساء وأمراء الدول المعنية، واللي كانت عبارة تضامن ودعم لهذه الدول أمام الاعتداءات اللي كتعرض لها. وشفنا انضافت سلطنة عمان كذلك للدول اللي تعرضت لاعتداءات إيرانية، وللمغرب مع كل هذه الدول هذه جلالة الملك عبر على أن أمنها هو جزء من أمن المملكة المغربية، وأن سلامتها وسلامة مواطنيها هو جزء مهم لاستقرار المنطقة، وأن المغرب يدعم كل الإجراءات اللي كتقوم بها هذه الدول هذه. إذا سمحت لي برك الزئبق، هذا وزير الخارجية كان أيضا في رسالة قوية جدا عندها يومين لما الملك استقبل أحد السفراء، وصدقني من الغدوة والله العظيم يا ما تحطش إيران سلاح نتاعها غير خلات عليها. هي المقودة كاع خويا زئبق، هي المقودة كاع كي دارك سيلا العز. اسمع نعاود لكم خاوتي والله غنعاود لكم. ها نعربولي ما يشتيكمش.
طاكيشي على بالك هذه على بالك من المنظور السياسي كيفاش يسميوها طاكيشي؟ على بالك النظرة هذه كيفاش يسميوها؟ نقول لك حاجه الزئبق، شفت كي دار هكذا، يسميوها النظرة التي لم ترعب أي أحد. شفت المراه كي تعود تفتل في البربوشه وتخلص صح وتغلب، تولي دير البنات نتاعها هكذا زعما كي ما يعاونوهاش. لا داكور، بالعكس. هذا كان حاكم. اسمعني نهضر معاك. هذا كان حاكم شنقريحه، كانت الدبلوماسيه تاعو حاكمه شنقريحه وحسني مبارك. اش بيك مقود نتايا؟ تفضل الزئبق. سمحوا لنا خوتنا، عمي العربي راك دوموندي في كازتا، راني خاف منك عمي العربي، لا تزيد تزعف مني. هذه النظره فكرتني في المراه زعما كي تكون تفتل طاكيشي ويدخل عليها الزوج يبوس على راسها يقول لها يعطيك الصحه مرتي الفحله، تولي دير له هيك، تولي دير له عاود لي الضحكه هذيك، الله يسرك طاكيشي يرحم والديك. شكون؟ الضحكه هذيك تاع لا اسمح لي والله ما نقدر الزئبق. الناس نص راح للدوش خويا، خلينا طرونكي، خلينا نكملوا اللايف. الله يسرك الزئبق. هواري مرحبا. دراغون حوس براحتك، حوس براحتك. السلام عليكم. وخذ راحتك دراغون، وراك هنايا مع خاوتك. مرحبا بك هواري، تفضل. السلام عليكم طاكيشي، تعرف دورك خويا. سلام خويا. سفيان، عمي العربي، جماعة كاع اللي جات. طاكيشي كبر لي شي دقيقة الله يحفظك، بنعطيك واحد الفيديو على الخفيف الله يحفظك. يا إلهي يا مجيب الدعوات. يا فازي طاكيشي اللي تذكر بوريطه هما اللي يعيطوا له في المروك الميقص الذهبيه. طاكيشي هذا اللي قال لك الجزائريين بطاحت، اسمع شريف. واحنا الان نقول كنا واضحين، لا مفاوضات بدون حضور الجزائر. طبعا اذا كانت الامم المتحده تريد جلسات مطوله كما حصل لحد الان ما عندناش اي مشكل، تكون هناك لقاءات مع المبعوث الاممي، ولكن لا ننتظر ان تكون هناك تقدم او اي فصل في قضيه الصحراء المغربيه بدون وجود الجزائر معنا. بمعنى ذلك أنه لا اعتراض أيضا على الدخول في محادثات مباشرة مع جبهة البوليساريو إن كانت الجزائر حاضرة؟ هل هذا ما أفهمه منك؟ احنا نتفاوض مع الجزائر، البوليساريو ليس عنده لا شرعية ولا استقلالية في القرار ولا أي شيء. القرار شوف، من اللي عرفتك أنت مقود. اليوم درت لي فيديو نعطيك 10 على 10. من اللي عرفتك انت تكتب. انا في الشرق انت في الغرب. اليوم نعطيك الصحه للزام، والله العلي العظيم غير جبت لي فيديو في محله. هذا الكلام بلسان المسؤول. اصبر يا هواري ما تسخنش. اصبر خليني نشكرك عالز توفيق كمال تحياتي. هذا الكلام بلسان مبعوث المغرب في الامم المتحده، قال بانه ما نتحاورش مع جبهه البوليساريو. برافو عليك هواري، تفضل خويا. طاكيشي اسمح لي خويا، واخد شو قال لك مباطحنا وكاع، هو درك جاي هذا يجي داير انتصار زعما شنقريحه وقضبوه ومصر خرجتها، ولا اسمح لي فيديو واحد اخر ما نطولش عليك. اسمح خبرنا شي غادي، خبرنا على هذا الانبطاح التالي. extrêmement violente de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominantes de la ville de Fidi. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qui y avait à Fidi. Car en fait, il n'y avait à Fidi qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà. هذا فيديو معروف طاكيشي باش ما نطولش عليك، يقولنا على لا معليش والله يا هواري يعطيك الصحه. لخص لي شوف واش قال الحسن الثاني. معليش نلخص لك. نعاود نحل لك الكاميرا. انا راه يبكي، خرج للامم المتحده يبكي وقال لهم وقف اطلاق النار.
قال لهم بلي باسكو الضحايا راهم بزاف هنايا ويبكي، ها ولا خارج يبكي. نعم لا لا زيدني